السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير وصباح الفل، صباح الهنا. صباح كل حاجة صعبة ربنا هيسهلها لنا إن شاء الله. صباح الثقة في الله والتفاؤل واليقين بأن اللي جاي إن شاء الله بإذن الله أحلى وأجمل بكتير قوي من اللي فاتنا. صباح الفل على عيونكم يا حبايبي، صباح منور بنور عيونكم ولمعة عيونكم وقت الفرحة يا رب. وحشتوني جدا، بحبكم في الله وربنا يبارك فيكم ويحفظكم يا رب. النهاردة كنت عايزة أتكلم معاكم عن طبعا حالة الغلا اللي احنا فيها. حالة صعبة جدا، حالة ما مرتش علينا، يعتبر احنا في سنين عمرنا. طب ازاي نقدر نتغلب على الكلام ده؟ في شوية حاجات عايزاكي تحطيها في اعتبارك. دايما خلي في ذهنك قول الله سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يعني اللي مكتوب لك هيجيلك، اللي مش مكتوب لك مش هيجيلك. الدنيا غالية جدا، الحرب قامت، ايا كان ايه اللي حصل في الدنيا، الرزق اللي مكتوب لك ده مكتوب لك من قبل ما تتولدي، ليكي انت وزوجك واولادك والناس اللي هم مهمين عندك والناس اللي انت قلقانة عليهم. يعني الرزق ده ما تبقيش شايله همه. طب ازاي نتغلب على الغلاء اللي احنا فيه ده؟ احنا عاوزين نعرف بس مع بعض ان مش كل حاجة هي الفلوس. طبعا الفلوس مهمة. مش عايزة اقول مش كل حاجة هي الفلوس، اللي هو انا بقى قاعدة دي قاعدة لا يعني عايشة في حياة تانية وبتنظر علينا. لا صدقوني الفلوس مش كل حاجة. لو انتوا في غيركم يعني، واكيد سامعني دلوقتي، تعبانة عيانة عندها مرض ما، تعرف ومتيقنة كويس قوي ان الفلوس مش كل حاجة. وفي ناس عندهم فلوس يتمنوا ان الناس تاخد في كل فلوسهم ويدوهم بس شوية صحة من عندهم. فاحنا عاوزين نزود شوية حاجات ما كناش بنعملها علشان الغلا اللي احنا فيه ده. اولها ان الزوجين يرفقوا ببعض. خليكي عندك رفق بزوجك. انا عارفه ان انتي جدعه وان انتي حموله وان انتي بتدبري وتوفري على قد ما تقدري، لكن انا عاوزاكي اي حاجه مش ضروريه يعني ما تطلبيهاش من جوزك. اي حاجه تبقي حاسه ان هي مش في مقدرته استغني عنها معلش، حتى لو انت هتتعبي شوية، حتى لو البديل بتاعها مش مظبوط بالنسبة لك، بيتعبك اكتر شوية جهد، استعيني بالله وتوكلي على الله وتعبي شوية. انا عارفة انك تعبانة والله وشقيانة طول الوقت، وانك يعني شايلة جبال وحمالة اسية. احنا الستات جدعان قوي، دي حاجة يعني ما نتوصاش فيها. لكن اي حاجة تقدري تستغني عنها تجيبي لها بديل موفر هاتي. وامان عليكي اما جوزك يجي داخل من باب الشقة استقبليه بس بابتسامة. انا عارفة انك بتبقي تعبانة وعيانة وشايلة البيت كله، بتجيبي طلبات وبتودي الولاد، بتذاكري للاولاد. فاحنا ربنا خلقنا احنا الستات عندنا المقدرة ان احنا نعمل كذا حاجة في وقت واحد. سبحان الله، الراجل ما عندوش المقدرة دي. هو بيقدر يركز في حاجة واحدة بس، يقدر يعمل حاجة واحدة بس. فمش لازم تنتظري التقدير الكافي منه. هو ممكن ما يحسش انك قد ايه تعبانة، قد ايه بتبذلي مجهود علشان تظبطي حاجة البيت، تذاكري للاولاد. ممكن يبقى في ذهنه هي ما بتنزلش من البيت يبقى خلاص كفايه قوي انا اللي بنزل الشارع وبشوف وبتمرمط، فما يبقاش حاسس بيكي. لا، هو طبعه كده، ده مش قصور في الزوج، يعني هي فطره ربنا سبحانه وتعالى خلقه يعني بيها بالشكل ده. فانا طالبه منك انك تستقبلي زوجك استقبال كويس لما يكون جاي البيت. طالبه منك انك تتجنبوا الكلام في المشاكل. يعني بصوا، الحياه اوريدي بقت ضغط علينا جامد جدا. فلو احنا بنطلب منهم فلوس دروس، فلوس طلبات البيت، فلوس العايه لما حد من الاولاد بيعيا، بصراحه كان الله في عونهم. انت ممكن يكون جوزك ده بيقولك حاضر، لكن هو بيمشي في الشارع بيفكر
الصبح بدري يقول يا رب انا هجيب منين يا رب ارزقني. فما تبقيش انت كمان عون للشيطان عليه انه يعمل حاجه مش مظبوطه، انه حتى لو هو بياع يزود في الحاجه، انه هو لو هو بيوزن حاجه فيقلل الميزان فيبقى من المطففين. يعني خليكي دايما انت عوني لزوجك على الشيطان، ما تبقيش عوني للشيطان على زوجك. وعايزه كمان اقول لكم ان يعني الغلاء اللي احنا فيه ده، ده طبعا من سوء اعمالنا. يعني لما ينتشر الفحش بالشكل ده على قنوات اليوتيوب وعلى قنوات فيسبوك وعلى التيك توك وعلى كل الحاجات دي، سبحان الله كم كبير جدا من العري، كم كبير جدا من الرقص. يعني اعزكم الله بقى الراجل بيصور مراته وهي بترقص، الراجل مطلع مراته على الملأ وهي لابسه لبس البيت. فسبحان الله العظيم بقت حاجه غريبه جدا. يعني اسال الله لي ولكم السلامه يا رب، واللهم ردنا اليك ردا جميلا. عايزاكم بقى تحسنوا الظن بالله وتتفائلوا ان شاء الله باذن الله، ربنا مش هيضيعنا ابدا. واحنا قلنا الحصن بتاعنا بقى المتين هو الاذكار، يعني طول الوقت، يعني لو نزلت صاعقه ما اصابت مستغفر. فانت دايما يبقى معاكي سلاح الاستغفار، انت دايما عايزه يعني تستغفري ربنا سبحانه وتعالى، ما تكليش وما تمليش ابدا من الاستغفار. لان الاستغفار يعني مهما اقول لكم فوائده، انا لو قعدت اقول لكم الاذكار عموما كل ذكر فوائده ايه، لسانكم مش هيغفل عن الذكر ابدا ابدا. فانا دايما بوصيكم بالاذكار انتوا عارفين، لكن بنأكد عليها الفتره دي. عايزاكم تشيروا الفيديو ده لكل بنوته، كل ست بيت، كل ام، ان هي تتجه للاذكار. ان السبسكرايب يا جماعه، السبسكرايب اللي انتوا بتعملوه لقناه يوتيوب يكون فيها هزار ورقص وبنت بتلبس قصير، انتوا بتساعدوا على انتشار القنوات دي. يعني تخيلي انك تدوسي على زرار سبسكرايب كده لقناه ما يكون فيها بنوته مش محجبه او بتلبس لبس مش كويس او طالعه بترقص او طالعه بتعلم الناس عادات مش كويسه، انتي اخدتي ذنب طول ما القناه دي شغاله والناس بتتفرج عليها. يعني سبحان الله لمجرد انك عملتي سبسكرايب بس، فانت كده بتشاركي في ان القناه دي تزداد شهره وانتشار. مقطع الفيديو اللي مش كويس، اللي بيبقى فيه اي بنت شكلها مش كويس، مش ظاهره بلبس شرعي، بترقص، بتعمل اي حاجه من الحاجات، مقطع كليب فيه فيديو، دوستك لللايك، دوست انك لما تكتبي كومنت في شتيمه للبنت دي، ده لا يجوز، لان انت كده بتساعدي على انتشار الفيديو اكتر. هو اليوتيوب مش بيميز ان ده يعني ده نيجاتيف كومنت ولا ده كومنت كويس، ده تعليق كويس اللي انت كاتباه ولا ده تعليق سيء، مش هيميز. انت لما بيلاقي في تفاعل، في لايك، في مناقشه، حتى ايا كان ايه المناقشات، ناس بتذم وناس بتأيد، بتساعدي على انتشاره. زي ما بتشوفوا كده بيبقى في اوقات ناس بتعمل حاجات غريبه جدا وتلاقوا قنواتهم معديه الملايين. ليه؟ علشان احنا حصل جدال، هم عملوا جدال في القناه بتاعتهم، ناس ايدت وناس عارضت، اللي ايدت كتبت كومنتز واللي عارضت هي كمان كتبت كومنتز، فالقناه بدأ الريتش بتاعها يزيد. فاللي انا عايزه اقوله لكم ان احنا ما نعملش سبسكرايب، ما نعملش لايك، ما نكتبش كومنت لاي حاجه تبقى خارجه، لان احنا كده بنساهم في انها تزيد، وكل ما الناس بتشوفها اكتر بيبقى في ميزاننا. فاحنا ايه اللي يخلينا نعمل كده؟ عايزه اقول بقى للبنات الصغيرين اللي بيبقوا بيشتكوا من ضيق الحال، والكبار وكل حاجه، الفلوس اللي بتحلموا بيها والخزائن دي موجوده عند ربنا سبحانه وتعالى، مش عند حد. افتكروا دايما وركزوا، يعني اللي بتتملق لمديرها في الشغل او لمديرتها في الشغل عشان عارفه انها هتديها علاوه او ان هو هيديها علاوه، اللي بتنافق علشان مرتبها يزيد، اللي بتروح تفتن على زمايلها وتبقى هي العصفوره في الشغل علشان تاخد بونص او تاخد مكافأة، او تبقى هي يعني العصفوره عند المديره او المدير وهو يرضى عنها. لا، الكلام ده كله غلط. الرزق خليكي موقنة دايما، الرزق عند ربنا سبحانه وتعالى، الرزق عمره ابدا ما هيبقى عند العباد. فربنا سبحانه وتعالى قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يعني انت بمجرد ما هتتقي الله انك تصدقي، ما تأذيش حد،
ما تقوليش لا انا هعمل الاسفين الفلاني في فلانه علشان انا ابقى احسن منها وافضل منها عند المديره الفلانيه. لا لا لا، حتى لو جالك الرزق ده هو كده كده كان مكتوب لك، لكن انت استعجلتيه بالمعصيه وهو كان هيجيلك بالطاعه. فاهماني ازاي؟ عايزه اقول لكم طبعا انا يا رب ما كنتش طولت وتقلت عليكم، عايزاكم تعملوا شير للفيديو ده على قد ما تقدروا. عايزه كل بنات مصر وستات مصر المحتشمات الجمال يبعتوا مسجز لطيفه لاي بنوته هم شايفين انها مسج يعني على البرايفت، لو ليكم علاقه بيهم تبقى علاقه برايفت او كده، انما ما تكتبوش كومنتس تحت الفيديوز المسيئه، تحت الفيديوز اللي بتشجع على عدم ستر البنت، على عدم ستر الست. يعني مثلا كنت ادخل مثلا على فيديو يجيلي قدرا الاقي ناس كتيره انتي قلعتي الحجاب، انت شكلك من غير حجاب، من 1000 كومنت بيقولها لي قلعتي الحجاب. طب ما انتوا خليتوا هي جالها ريتش كبير جدا من قلعها الحجاب، وده اللي الناس بقت بتفكر فيه للاسف. الناس بقت بتفكر تعمل الشاذ والغريب علشان تشتهر بيه. فلو احنا معلقناش على الشاذ والغريب ده وبقى بالنسبه لنا عادي، هي مش هتشتهر، فما حدش هيفكر يعمل كده تاني. انا طبعا عارفه ان طبعا مش اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان الفيديو ده يوصل لناس كتير قوي ويلمس قلوب ناس كتير قوي. وتاني وتالت ورابع عايزه اقول لكم ان الفلوس مش كل حاجه. عمر الفلوس ما تبقى هي كل حاجه. الفلوس ضروريه علشان نعيش، انما تشتري راحه البال بكام؟ تشتري الابتسامه والسعاده بكام؟ تجيب الرضا بكام؟ تشتري صحتك منين؟ فنعم ربنا علينا لا تعد ولا تحصى، لكن انا بقولها لك ان شاء الله باذن الله هتفرج وقريب قوي، وهتفرحي وهتنبسطي، لان ربنا سبحانه وتعالى ربنا كريم جدا، كريم الى اقصى الحدود. ربنا يا رب يحفظكم من كل سوء ويرضى عنكم ويبارك فيكم يا رب. انا بقى الايام دي مطحونه طبعا في الامتحانات مع الاولاد، لكن عايزه اقول لكم ان انا الاولاد عندي مش بياخدوا دروس، وهبقى اقول لكم بقى ان شاء الله يعني باذن الله. يعني عندي الاعداديه السنه دي، لو جبنا درجات بقى حلوه هقول لكم بقى ازاي انتوا كمان تستغنوا عن الدروس والاف الجنيهات اللي بتدفع من غير طائل. انا بشوفها انها من غير طائل يعني بصراحه. ان شاء الله باذن الله ربنا يا رب يبارك لكم في اولادكم، واللهم ربي لنا اولادنا يا رب. صباحكم فل وصباحكم هنا وسعاده، ومش عايزاكم ابدا تناموا قلقانين، لان احنا متوكلين على رب العالمين، هو عنده الخزائن كلها وعنده الفلوس كلها. فيا رب يا رب صب علينا من رزقك صبا يا رب، واجعل مصر شعب امن مطمئن، والمسلمين كلهم يعني ربنا يغني المسلمين يا رب ويرزقهم الرزق الواسع الحلال الطيب. ربنا يصبحكم بكل خير، صباحكم هنا وفرح وسعادة وسرور وحب وكل حاجة حلوة، صباحكم تفاؤل وثقة ويقين في الله. بحبكم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.